السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نعرض لكم في هذا الفيديو قائمة زوجات النجوم العرب. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أشرف حكيمي متزوج من هبة أبوك، فهي ممثلة أسبانية من أصول تونسية ليبية، تكبره ب 12 عام ولديهم ولدين. الفنان عادل إمام زوجته هالة الشلقاني قليلة الظهور في الإعلام، ولديهم ولدين وبنت. صابر الرباعي متزوج مرتين ولديه ولدين وبنت. ظافر عابدين متزوج من ممثلة بريطانية ولديهم بنت. الفنان محمد رمضان تزوج مرتين ولديه بنت من زوجته الأولى وبنت وولد من زوجته الحالية نسرين. الفنان محمد هنيدي زوجته عبير هنيدي قليلة الظهور في الإعلام، ولديهم بنتين وولد. محمد حمائي انفصل عن زوجته سنة 2014 ثم عاد سنة 2016، ولديهم الآن بنت. الفنان أحمد سعد تزوج 4 مرات ولديه ولد وبنت، زواجه الأخير كان سنة 2021. عاصي الحلاني متزوج من ملكة جمال لبنان سنة 1989، كلية بولوس، وعندهم ولد وبنتين. الفنان عابد فهد متزوج من زينة يديجي، إعلامية سورية مشهورة، وعندهم ولد وبنت. عباس النوري زوجته عنود خالد دائمة الظهور معه في الإعلام والتكريمات، ولديهم ابنتان وولد. الفنان أمير كرارة متزوج من أخت الممثل صلاح حسني، ولديهم ابنتان وولد. الفنان أحمد السقا متزوج من المذيعة مها الصغير التي انفصل عنها مرتين ثم عاد، ولديهم ولدان وبنت. حمو بيكا تزوج سنة 2020، ودائما ما يشارك جمهوره صور مع زوجته على مواقع التواصل الاجتماعي. الفنان وائل شرف زوجته قليلة الظهور في الإعلام، ولديهم ولد وبنت. مصطفى الأغا زوجته الإعلامية السورية مايا الخطيب، ولديهم ولد وبنت، ودائما ما يحرص مصطفى على مشاركة يومياته مع زوجته على وسائل التواصل الاجتماعي. ميلاد يوسف زوجته لا تظهر أبدا في الإعلام، ولديهم ولدين. الفنان تيم حسن متزوج حاليا من المذيعة المشهورة وفاء الكيلاني، ولديه ولدين من طليقته الممثلة ديما بايع. استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.